دايما كان في حاجة غريبة في الآنسة رابط. هي في كل مكان، بتسوق الأتوبيسات وبتقود الهليكوبتر وبتبيع آيس كريم، وكمان بتشتغل في معرض القمر. مهما رحت فين في عالم بيبا هتلاقيها هناك، بتبتسم وبتراقب وبتشتغل. في الأول ممكن تبان حاجة مضحكة، نكتة متكررة عن الأرنب الأكثر انشغالا في العالم، بس يا ترى لو مش مجرد نكتة؟ يا ترى لو في حاجة أعمق بكتير، حاجة مستخبية ورا الابتسامة المرحة دي؟ عشان في الفترة الأخيرة المعجبين بدأوا يلاحظوا حاجة غريبة، شوية أدلة صغيرة متوزعة في الحلقات بتلمح إن مس رابت مش بس شخصية بتشتغل كتير، لكن ممكن تكون هي اللي بتتحكم في عالم بيبا كله من ورا الستار. فكر فيها كده، كل حدث كبير، كل وظيفة عامة، كل إذاعة أو برنامج دايما ليها دور فيها بشكل أو بآخر. هي عارفة كل حاجة بتحصل، الكل واثق فيها، ودايما سابقة بخطوة، كأنها مش بس جزء من عالم بيبا، لكن هي اللي بتدير كل حاجة فيه. وكل ما تبص أكتر الموضوع بيزداد غرابة. من حلقة أرض التلفزيون لقائمة شغلها اللي ما بتخلص، الحاجات بتبدأ تترابط بطريقة تخليك تتساءل إذا كان بيبا وعيلتها أصلاً ماخدين بالهم إنهم مراقبين. يلا بينا نكشف الستار ونكتشف الحقيقة الصادمة ورا الآنسة رابت، الأرنب اللي ممكن تكون بتتحكم في عالم بيبا بيج كله من ورا الستار. يلا نبدأ ونشوف الحلقة اللي خلت النظرية دي تظهر. في الموسم السادس الحلقة 20 اللي اسمها أرض التلفزيون، بنشوف لمحة ورا الكواليس عن الإنتاج التلفزيوني في عالم بيبا. الحلقة بتبدأ بشكل بريء مع عائلة الخنزير ومعاهم إيميلي وإدموند الفيل، وهم بيتفرجوا على برنامج سوبر بطاطس. لكن اللي بيحصل بعد كده هو اللي بيمهد لنظريتنا. أثناء البرنامج مامي بيج بتلاحظ إنها عارفة أغنية سوبر بطاطس كلمة بكلمة، مع إنها عمرها ما حاولت تحفظها. بوبي بيج بعد كده بيعلق وبيقول إن ده علشان نفس البرنامج بيتذاع بنفس الطريقة كل يوم في نفس المواعيد، ومفيش حاجة بتتغير أبدا. ودلوقتي ممكن الكلام ده يبان عادي بالنسبة لك، بس الجمل اللي شكلها بسيط دي في الحقيقة بتدينا أول دليل. هي بتوضح تأثير برامج التلفزيون اللي بتتكرر على العقل، مفهوم بيبقى مهم جدا في نظريتنا. بعد الحادثة دي بابا بيج قرر ياخد الكل للاستوديو اللي بيتصور فيه برنامج سوبر بطاطس، علشان أطفال يفهموا إزاي الناس بتدخل جوه التلفزيون. ولما وصلوا للاستوديو لقوا مين اللي بيدير كل حاجة؟ مفيش غير الآنسة رابت، هي المنسقة لبرنامج سوبر بطاطس، وبتتحكم في امتى التسجيلات تبدأ وتنتهي. ده بيخليها ورا الكواليس في مكانة قوة وسيطرة. وأثناء زيارة الاستوديو الآنسة رابت شجعت بيبا إنها تظهر في التلفزيون، وقالت لها تقول اللي هي عايزاه. بيبا قدمت عيلتها وكل الناس ضحكوا ووقعوا على الأرض. مشهد المفروض يكون مألوف لأي حد من محبي بيبا بيج، بس هنا الموضوع بيبقى مثير للاهتمام. المشهد ده اللي اتصور في اليوم ده في الاستوديو بقى هو المقدمة اللي بتتذاع في بداية كل حلقة من حلقات بيبا بيج. السماء الزرقاء والعشب الأخضر اللي دايما افتكرناهم حقيقيين هما في الحقيقة مجرد ديكور في الاستوديو، وده بيوصلنا للنقطة الأساسية في نظريتنا. تخيل لو الآنسة رابت بعد ما زيارة الاستوديو ألهمتها قررت تعمل نوع جديد من برامج التلفزيون. برنامج مش هيعيد نفس الجمل زي برنامج سوبر بطاطس، لكن هيكون فيه حلقات متنوعة أبطالها سكان المدينة ومن ضمنهم عيلة بيج اللي هيبقوا الممثلين الرئيسيين. يعني تخيل لو كل سلسلة بيبا بيج اللي احنا عارفينها دي في الحقيقة مجرد برنامج جوه برنامج، واللي بتديره الآنسة رابت من غير ما النجوم نفسهم يعرفوا أو يوافوا. لو النظرية دي صح يبقى لا بيبا ولا عائلتها يعرفوا إنهم في برنامج تلفزيوني. الآنسة رابت هتكون بتسجل كل حاجة وبتذاعها للعالم كله، بس مش بتعرضها على تلفزيونات مدينة بيبا. ده يفسر ليه الشخصيات عمرهم ما بيبان عليهم إنهم عارفين إنه ملايين الأطفال حوالين العالم بيتفرجوا عليهم. تعالوا نبص على شوية أدلة بتدعم النظرية دي. عمرك لاحظت إزاي كل حلقة من بيبا بيج بتبدأ؟ إحنا بنشوف صورة بتقرب ببطء ناحية شباك بيت اللي هتدور فيه أحداث الحلقة، واللي غالباً بيكون بيت بيبا أو مدرستها. ده ممكن يعني إن في كاميرا مخفية بتصور كل حاجة من بره وبتستخدم شبابيك الإزاز عشان محدش ياخد باله منها. دي طريقة ذكية من الآنسة رابت عشان تحل مشاكل السيناريو اللي كانت عندها مع السوبر بوتيتو عن طريق تصوير حياة بيبا وأصحابها اليومية. هي بتتأكد إنه كل حلقة تكون فريدة وعفوية. أكتر حاجة غامضة هي إزاي شخص واحد يقدر يشتغل أكتر من 100 وظيفة في نفس الوقت ولسه عنده حياة اجتماعية وبيشارك في المهرجانات والمعارض
اللي بتحصل أحياناً في مدينة بيبا. عمرك فكرت إن حتى في عالم خيالي ده هيكون مستحيل تماماً؟ اللي فسر ده كويس هو إن في الحقيقة بما إن ده برنامج تلفزيوني، مس رابت تعتبر واحدة من الممثلات، وبما إنها مخرجة البرنامج فهي بتدي لنفسها أدوار كتير عشان توفر على نفسها توظيف ممثلين لأدوار صغيرة. ده هيسهل جدا عملية إنتاج البرنامج، وبما إنه واضح إن سكان مدينة بيبا مش أذكياء قوي فهم مش هياخدوا بالهم من ده، وهيصدقوا فعلا إن مس رابت عندها أكتر من 100 وظيفة مختلفة، وده في الحقيقة مستحيل. ومس رابت مش الوحيدة اللي عارفة عن البرنامج. على سبيل المثال أشهر واحد فيهم هو سوبر بوتيتو، اللي في الحقيقة هو نفسه مستر بوتيتو، وده بيأكد إن الشخصية هي نفس الشخص. ممكن تكون فاكر إن ده مستحيل عشان شافوهم مع بعض وسوبر بوتيتو عنده قوة خارقة. أيوة كل ده صحيح، بس الحقيقة إن كل ده جزء من العرض وخطة الآنسة رابت. الموضوع فيه مزيج من المؤثرات الخاصة والممثلين والدوبليرات، وكل ده من تنظيم الآنسة رابت، وعندنا دليل على كده. فاكر لما في حلقة أرض التلفزيون شفنا سوبر بوتيتو في الاستوديو بيجرب صوته وبيقرأ من نص مكتوب؟ ده معناه إن المؤثرات الخاصة والدوبليرات ليهم دور في صناعة برنامج سوبر بوتيتو. ومستر بوتيتو مش الوحيد، الراوي اللي بنسمعه طول الحلقات ممكن يكون موظف تاني متعين في شركة التلفزيون بتاعة مس رابت، وده كمان يفسر ليه مس رابت أخدت ميدالية من الملكة علشان شغلها الكتير. في الحقيقة الست دي غالبا ما كانتش فعلا ملكة إنجلترا، لكن ممثلة متعينة من مس رابت علشان تمثل دور الملكة. ودلوقتي حسب النظرية دي بدل ما تكون مس رابت أكتر واحدة تشتغل في مدينة بيبا، بتتحول لشخصية بتتحكم في الناس وبتستخدم فهمها لتأثير التلفزيون على عقول الناس علشان تعمل برنامج ناجح على حساب خصوصية جارها. فاكر إزاي مامي بيج كانت عارفة أغنية سوبر بوتيتو من غير ما تاخد بالها إنها حفظتها؟ مس رابت شكلها فاهمة قوة التكرار وبتستخدمها لصالحها. بالطريقة دي خطتها شغالة من وقتها. ولو لسه عندك شك إن كل ده ممكن يكون حقيقي، في نهاية حلقة عرض التلفزيون مس رابت بنفسها بتكشف خطتها لما بتقول إن بيبا ممكن تظهر في التلفزيون كل يوم، وكمان بتقول إنهم هيظهروا مئات ومئات المرات، مئات ومئات المرات. ده بيأكد إن ده كان فعلا أول يوم لبرنامج بيبا، وكل مئات الحلقات اللي اتعرضت لحد النهاردة اتسجلت بعد اليوم ده. وأكتر حاجة مرعبة في كل ده إن الآنسة رابت عارفة إن مش صعب قوي تستخدم التلفزيون عشان تتلاعب بعقول الناس. فاكر في الأول لما مامي بيج اكتشفت إنها عارفة الأغنية؟ ده كان نتيجة إنها بتسمع نفس الرسالة كل يوم وهي قاعدة مع العيال وهم بيتفرجوا على برامج الأطفال بتاعتهم. وبنفس الطريقة وبشكل مريب جدا بنشوف إن مامي شيب كمان بتغني نفس الأغنية من غير ما تاخد بالها، وده بيوضح قد إيه برامج التلفزيون ليها تأثير كبير على عقول الناس. ده بيبين قد إيه مس رابت عارفة كويس جدا إزاي تتحكم في كل حاجة علشان تخلي الكل يشتغل في برنامجها حتى لو هم مش واخدين بالهم. يعني ببساطة النظرية دي عن مس رابت بتفتح لنا طريقة جديدة تماما نشوف بيها البرنامج. هي بتحول برنامج أطفال بسيط لقصة معقدة عن التلاعب الإعلامي ونجوم تلفزيون الواقع اللي مش واخدين بالهم. بعيدا عن الخوف من كل حاجة ممكن تكون مس رابت عملتها، نقدر نستنتج إن البرنامج كله متسجل في السر. مع إنه الموضوع مفاجئ إن عائلة بيج كان عندهم برنامج تلفزيوني طول الوقت ده، إحنا مش هنقول إن مس رابت شريرة عشان كده، في الآخر هي كانت تقدم الاقتراح، وبيبا وقرايبها كانوا هيبقوا عارفين إنهم جزء من برنامج تلفزيوني. إحنا بس المشاهدين اللي مش كنا هنعرف إن كل حاجة هنا كانت متظبطة. المشكلة إن كل حاجة بتدل إن مفيش حد في المدينة بره الناس اللي شغالين في الاستوديو مع مس رابت عارفين إنهم بيتصوروا لبرنامج. فأنت رأيك إيه؟ ممكن فعلا مس رابت تكون هي الشريرة اللي بتحرك الكل زي العرايس وماسكة كل الخيوط؟ ولا هي ببساطة مجرد واحدة من سكان المدينة بتشتغل بجد وملهاش دعوة بحد؟ قولوا لنا رأيكم في التعليقات، وزي ما تعودنا هنشوفكم في الفيديو الجاي.